السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. احب ارحب بكل المتابعين اللي عندي في القناة، ولو اول مرة تشوفوني معاكم رانيا من قناة بيتي ومطبخي سر سعادتي. واحب ارحب بالمتابعين الجدد اللي عندي، وجودكم عندي طبعا شيء يشرفني، وارحب باهل السعوديه واهل الامارات واهل الاردن والعراق ومصر وسوريا ولبنان وكل الدول العربيه اللي بتشوفني ومشتركين عندي في القناه. وجودكم عندي طبعا شيء يشرفني. النهارده بقى رجعت لكم في يوم جديد وفيديو جديد، بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا لي اشتراك وفعلوا زر الجرس، اختاروا الكل عشان يوصلكم كل جديد. وتابعوا الفيديو الاخر. لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وكومنت حلو كده يفرحني ويسعدني عشان نرفع القناه ونساعد الفيديو على النشر. يلا بقى نبتدي النهارده الفيديو بتاعنا، وتشوف هنعمل ايه في المطبخ وهنتغدى ايه وهنطبخ ايه، وبعد الغدا هنروح فين. يلا بينا نبتدي بقى الفيديو بتاعنا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في البداية كده احب ارحب بيكم، وانتوا فعلا انا بعتذر لكم في البداية، لان بجد انا بقالي فترة ما كنتش بصور، يعني حوالي 3 شهور كان اخر فيديو اللي هو بتاع العمرة، بس كان غصب عني والله، عندي ظروف، وانا بعتذر لكم كلكم بجد، يعني انتوا على راسي من فوق، يا ريت تسامحوني. فانا ما بحبش اطلع وانا تعبانه، فدي طب، وبرده في نفس الوقت ما لقيتش تشجيع كده، ومحتاجه تشجيع منكم برضو عشان تشجعوني، ومحتاجه تفاعل مع القناه اكتر. فكان في مشاكل كده برضو في القناه اللي لقيتها ما فيش تفاعل فيها، وانا كنت تعبانه، فما حبيتش اطلع اديكم بقى ايه طاقه سلبيه يعني كده. بس فرجعت لكم بقى بعد غياب. يا رب الفيديو بقى النهارده يعجبكم، وعايزه بقى الفيديو ده انا عاملاه تجربه عشان اشوف فيه تفاعل ولا لا. لو ما لقيتش فيه تفاعل بجد بجد انا مش هقدر اصور تاني، لان التصوير ده صعب ومجهود وتعب، يعني مش معقول هبذل مجهود على الفاضي. فبجد محتاجه تشجيع منكم، وانتوا وحشتوني جدا جدا جدا، واسفه على التاخير، ويا ريت تسامحوني. النهارده بقى قمت كده الصبح بدري، قلت اعمل لي فنجان قهوه كده باللبن، بالحليب يعني. وكان عندي كنت في هايبر لولو، كنت جايبه سمك وجمبري، وكان عندي بدنجانه مشوياها كده وحطاها في الفريزر. فطلعت البدنجانه المشويه كده، قلت حطيت عليها توم وملح وخل وزيت وكمون وبهارات سمك زي ما انتوا شايفين يعني. وبعدين قلت ضربتها بالهاند بلندر كده، مسهل عليا بصراحه، بدل ما احط في خلاط ولا حاجه، يعني بضرب كل حاجه في مكانها في نفس الطبق. فالنهارده بقى هنعمل اكله يا رب تعجبكم. عملت البابا غنوج، الاكله الاسكندراني، وانتوا عارفين انا اسكندرانيه، وبقول لكم انا كنت في هايبر لولو. وجبت الجمبري ده، وده سمك مكرونه. احنا عندنا طبعا في اسكندريه سمك المكرونه بيبقى صغير، لكن دي سمكيه كبيره قوي وبتتقطع جزل، هو عشان شكله سمك مش عارفه، يعني هو سمك مش بلدي شكله كده، والجمبري برضو شكله مش بلدي. بس فانا برضو كنت زعلانه بجد وتعبانه، فما بحبش اطلع لكم وانا تعبانه ومتضايقه بسبب ان القناه ما فيهاش تفاعل، وانا ببذل فيها مجهود جامد قوي. فانتوا لو شايفيني ان انا استحق، ساعدوني بقى ان احنا نكبر القناه اكتر من كده شويه. لو ما لقيتش فيه تفاعل ما تزعلوش مني بقى، انا هفتح قناه جديده غير دي. هنا في السمك بقى لقيت فيها دي، بقى الاقيها في السمك وفي الفراخ، بيحطوها زي ماده حافظه كده، على طول يعني، في اي حاجه بجيبها مجمده من هناك بلاقي فيها الورقه دي. فهنا بقى السمك هو كان متقطع، هي بتبقى سمكية كبيرة بس أنا اللي قطعتها، هي كانت كبيرة وأنا اللي جاية لما جبتها قطعتها وشلتها في الفريزر. يعني دي سمكية واحدة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وأنا قطعتها جزر وهغسلها تاني برضو معاكم دلوقتي. فبيبقى في دم برضو أنا غسلاها قبل ما أشيلها، بس برضو إيه بحب أغسلها تاني وأفكها من التلج. فمحتاجه يا جماعه يعني كومنت حتى لو بسيط، يعني حتى لو تقولوا لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، او تردوا عليا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، باي كلمه باي حرف. المهم ان انا محتاجه تفاعل، يعني محتاجه تفاعل معايا عشان تشجعوني على الاقل، حتى يعني محتاجه تشجيع منكم بجد يعني، لان الانسان لوحده ما يقدرش يشتغل غير بالتشجيع من اللي حواليه. ما فيش حد بيشتغل من غير حد ما يشجعه. لما الانسان يفضل يشتغل ويشتغل ويدي ويدي ويبذل مجهود ومش شايف يعني النتيجة، فالإنسان أكيد هيقف مش هيكمل. فأنا محتاجة تشجيعكم بقى، ومرة دي عايزة أشوف الفيديو ده. أنا بقول لكم بصوا السمكية ده ديلها، فأنا غسلتها كويس جدا، وأنا كنت غسلاها برضو عشان أنا جايباها كبيرة وأنا اللي مقطعاها. فأنا برضو قطعت في واحدة تانية، فأنا كنت جايبة كذا واحدة، بس دي واحدة بس، قلت يا دوبك على قد أنا وجوزي، يعني ما عندناش حد، فمش هناكل أكتر من واحدة، فهي عشان الواحدة كبيرة
وهنا بقى جينا للجمبري بشطفه. انا بحب انضف الجمبري يعني، في ناس بتعمله زي ما هو، بس انا بحب اشيل راسه، وبحب اشيل الحبل الرملي. جبت هنا بقى طبق فاضي كده عشان ادبل بقى السمك. حطيت فيه معلقه توم مفرومه، توم مفروم ناعم كده، بحب اشيله في الفريزر. وكنت جايبه هريسه شطه معايا برضو، قلت احط نص معلقه كده او ربع معلقه عشان كانت حاميه جدا. كنت عاملاها معاكم برضو، شوفي القناه جايباها معايا من اسكندريه. وحطيت ملح. هنا بقى هندبل السمك. اه التتبيله بتاعت السمك، قلت ارش ملح برضو كده على السمك. هنا دي بهارات سمك، كنت جايبه بهارات سمك برضو، قلت احط كده. عندك كمون حطي بقى. وحطيت، ايوه ده كمون، ده حطيت كمون برضو اساسي مع اي سمك، وغير بهارات السمك حطيت. المهم يعني دبلت التوم كده زي ما انتم شايفين، تتبيله كويسه. اه وهنا بقى، اه ليمون كمان، كانت ليمونه بقى كده بان عليا تشيمه عندي. في اخر ليمونه قلت احطها بقى على التوم بتاع السمك. هنا السمك حلو وكل حاجه، بس مش زي طبعا اسكندريه ومصر. لا يعني السمك مختلف شويه، تحس انه عامل زي بتاع البحر الاحمر، او مش مزارع، مش بلدي يعني. كبير وحجمه كبير قوي. انا عارف البلدي هو اللي حجمه بيبقى صغير، الحجم الكبير قوي ده مش بلدي. خدت بقى التتبيله اللي انا عملتها قدامكم دي، حطيتها على السمك زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا تبلت بقى السمك هنا بعد ما غسلته طبعا وشفتوه، بصوا نضيف ازاي. انا يعني حيقت السمك كله بالثوم، تتبيله كلها. وحطيته بقى، ركنته بقى على جنب، وبقول لكم تعالوا بقى نعمل الجمبري. جينا بقى عند الجمبري، جبت هنا خله نضيفه بورقتها، بقول لكم بصوا الورقه حتى اهي. فانا لازم طبعا عشان تنضفي الجمبري حاجه تكون خله تكون نضيفه، ما تكونش مستخدمه قبل كده يعني. وكان عندي مقص، فقلت اشيل بقى الراس والحاجات دي. هوريكم بس بشيل بالمقص بقى كده، والديل، الراس والديل زي ما انتوا شايفين كده بالمقص. انا بحب انضفه، فناس بتحب تعمله زي ما هو، براحتكم يعني، كل واحد. هنا بقى جبت الخله، وجيت من ظهر الجمبريايه، طلعت الحبل الرملي زي ما انتوا شايفين كده. فهاخد واحده واحده هعملها كده. بصراحه انا بحب الجمبري، بس هو تنظيفه متعب، وما بعرفش اعمله من غير ما يتنضف، انا اتعودت على كده، لازم امسكه واحده واحده. لان انتوا عارفين انا اسكندرانيه بقى وبحب الاكل الاسكندراني يبقى على اصوله. فهنا برضو خدت واحده واحده كده زي ما انتوا شايفين، بشيل الراس واشيل الديل بقى واشيل الحاجات دي كلها. وفي ناس بتقشره لو انت هتقليه، بس انا مش هقليه. يعني انا لو كنت هقليه كنت هقشره كمان خالص، واحطه في الدقيق زي السمك واقليه، لكن انا ما كنتش هقليه اليوم ده، ما قليتهوش. بوريكم، بقول لكم بصوا الحبل الرملي اسود ازاي، بيبقى تيجي تاكليه لو عملتيه بيه هتلاقي كده رمله كده تحت لسانك، هيقرقش، مش هيبقى حلو يعني. بس وانا باخدت واحده واحده زي ما انتم شايفين كده، وبشيل الحبل الرملي ونضفه كده زي ما انتم شايفين، واحده واحده. انا بقى هخلص كله وارجع لكم بعد ما اخلصه، بقول لكم انا هكمل كله واحده واحده وارجع لكم. اهو بصوا انا الجمبري بوريكم، بصوا الحبل الرملي عامل ازاي. بقول لكم هكمل كل ده بنفس الطريقه. هنا بقى كنت خلاص خلصته وهشطفه. يا ريت يا جماعه لو في حد ليه تعليق عن القناه عني، انا مش بزعل والله، اكتبوا لي، المهم يبقى تعليق يعني، يبقى في تفاعل يعني، سواء ايجابي او سلبي، انا مش بزعل من اي تفاعل والله، او اي تعليق عني. يعني لو في حاجه انا مش واخده بالي منها قولوا لي برضو. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا نضفت واحده واحده، وشلت منه الحبل الرملي، وتعالوا بقى نكمل.
هنا بقى ومتبله السمك في التوم وكل حاجه، وعملت البابا غنوج وخلاص. تعالوا بقى نكمل نشوف هنعمل ايه تاني. اه هنا بقى جبت حله فاضيه، حطيت فيها معلقه زبده ورشه زيت صغير عشان بحب احط زيت مع الزبده، وحطيت حبهان. ودي كبابه صيني، كبابه حلوه بهارات حلوه يعني، وورق لوري بقى وكده. وحطيت الرز. انا ما عملتش رز احمر ليه؟ لان البصل هناك شكله صيني برضو مش بيتحرق. فحاولت قبل كده اعمل رز بالبصل زي بتاعنا الاسكندراني، ما نفعش. البصل يا جماعه مش بتتحرق خالص، بيضه. واحط صلصه الاقيه يقلب بقى على رز محشي. فقلت لا، انا هعمل رز ابيض بس بحط له بهارات سمك بطعم السمك يعني كده، بس ما بحطش فيه بصله. لان البصل ما بيتحرقش، مش زي عندنا تحطش البصلايه كده تدي لون كراميلي كده، والرز كده رز صياديه كده زي بتاعنا الاسكندراني، لا. ما نفعش خالص يتعمل معايا، لان البصل هناك صيني او مستورد يعني مش بلدي زي بتاعنا. فانا برضو بقول لكم ان انا مش بعمل رز ليه اللي هو الصياديه. وحتى ورق لوري بقى وحبان وكده، وحطيت الميه، وحطيت مكعب برضو بهارات، مكعب 7 بهارات حطيته، وحطيت ملح. ودي بهارات سمك تديله طعم بقى السمك شويه عشان هو ابيض، مع اني ما بحبش اعمله ابيض مع السمك، بس انا مضطره يعني، لان البصل مش هيعمل معايا الرز الصياديه خالص. جربته كذا مره، ما حاولت ما عرفتش بصراحه. بس فحوضش عليه بقى كده وانقله على النار التانية. وتعالوا نشوف بقى نكمل. هنا بقى هعمل الجمبري. اهو البصل بصوا تشوفوه تقولوا عليه احمر وزي بتاعنا بالظبط، لكن تحطيه على النار ما بيتحرقش، يعني ما بيديش لون خالص. يدوبك يتشوح بس كده يدبل، لكن لون لا، ما بيديش لون ابدا، مع انه شبه بتاعنا بالظبط يعني، وبصل احمر اهو ما فيهوش اي حاجه، بس مش بيتحرق. حطيت بقى هنا ورق لوري وحبهان برضو مع البصلايه، وحطيت كمون، ونص معلقه وربع معلقه اللي هي اللي اسمها ايه، هريسه شطه اللي انا عاملاها، وده توم مفروم. ونزلت بالجمبري بقى كده واقلب. دي طريقتي المفضله في الجمبري، ولو حابه تعملي شوربه ممكن تزودي كوبايه ميه يطلع لك شوربه جمبري كمان تبقى جميله قوي. وممكن بعد ما تشيلي الجمبري بقى من بعد ما يستوي تاخدي الشوربه بتاعته بالبهارات دي كلها وتضربيه في الخلاط وتصفيه بقى بمصفى، يديكي كمان شوربه جمبري حلوه قوي. وهنا بقى دي كزبره برضو، رحت حاطه كزبره، يعني بحب احط بهارات بس مش كتير. بقول لكم دي كزبره. وبعدين الجمبري على نار عاليه ما بيقعدش كتير، اكتر من دقيقتين 3 لونه يتغير خلاص، لو قعد اكتر من كده هيشد وهيبقى مجلد مش هينفع يتاكل. فما تقعديش الجمبري كتير على النار. بس هسيبه بقى هنا دقيقتين 3، بقول لكم هنا دقيقتين 3 بالكتير، ونار عاليه يعني مش نار واطيه عشان ما يجلدش معاكي. بس هو كده خلاص شكله استوى يعني. بس اهو اقول لكم بصوا الجمبري استوى ازاي بسرعه. بس انا ما حطيتلوش انا ميه، ما كنتش عايزه شوربه يعني، ما عملناش شوربه جمبري. نيجي بقى هنا ايه، جبت وك كده وقلت احط فيه الزيت عشان اقلي بقى السمك. السمك بقى بحب دقيق، احط له شويه ملح شويه فلفل اسود بهارات سمك، بحب اديله طعم يعني كيف الدقيق. بس فانا مرضتش بقى اطول عليكم. فهنا كنت خلاص يعني حطيت السمك في الدقيق وحطيته على النار، وكان خلاص اتقلب. بصوا شكله جميل ازاي عشان مغسول نضيف ومتبل صح ومظبوط يعني. فيا رب اكون عند حسن ظن الجميع، ولو شايفين ان انا استاهل محتاجه اللايكات عشان والتفاعل مع القناه باي كلمه ولو حرف حتى. وانا مش بزعل يا جماعه من اي تعليق سواء كان ايجابي او سلبي، ولو في اي ملاحظه عني اكتبوا لي برضو انا هرد عليكم. وسامحوني على التأخير ان انا بقالي فترة ما كنتش بصور. ولو في لقيت تفاعل هتستنوا مني فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. لو ما لقيتش تفاعل انا هضطر ان افتح قناة جديدة، فقولوا لي بقى اعمل ايه، محتاجة رأيكم. فانا مش عايزه القناه دي تروح برضو، انا بذلت فيها مجهود جامد قوي وفيديوهاتي كتير فيها وما قصرتش والله، بس انا محتاجه تفاعل ونرفع القناه ونساعد الفيديو على النشر بلايكاتكم الجميله وتعليقاتكم الحلوه. وانا مش بزعل، يا ريت يعني تفاعل بس معايا سواء ايجابي او سلبي. ده بقى كان اكلنا النهارده.
غرفت اهو الجمبري وقليت السمك بصراحه تحفه وعجبني. جميل، هجيب منه تاني. اللي هو سمك المكرونه، هي دي سمكيه واحده كبيره غير اللي عندنا وتتقطع جزل. والجمبري برضو بصراحه عجبني. هو مزارع على فكره مش بلدي بس جميل. وده كان اكلي النهارده، يا رب بقى اكلنا النهارده يكون عجبكم. ويلا اتفضلوا اتغدوا معانا. يلا اتفضلوا اتغدوا معانا.